7000 مسلسل تركي بيتعرضوا دلوقتي. تعالوا بقى اقول لكم ايه هم افضل 10 مسلسلات بيتم عرضهم حاليا يستحقوا ان انتوا تتفرجوا عليهم. تابعوا معايا الفيديو للاخر. وقبل ما ابدا واقول لكم المسلسلات اللي موجوده معايا في الفيديو النهارده، ما تنسوش لو عايزين تعرفوا ميعاد اي مسلسل كنت عملت لكم فيديو مجمعه فيه كل مواعيد المسلسلات، سواء اللي هقولها في الفيديو ده او اللي عموما بتتعرض او لسه هتتعرض في تركيا. هنزل لكم لينك الفيديو هنا، روحوا واتفرجوا عليه علشان تعرفوا القناه العارضه للمسلسل وكمان اليوم بتاع العرض بتاعه. اما بخصوص بقى اول مسلسل هتكلم عنه النهارده، في المركز العاشر مسلسل المشردون. مسلسل المشردون هو مسلسل موجود معانا من الموسم اللي فات، وقصة المسلسل هنا بتتكلم عن 6 أشقاء كانوا قاعدين مع والدهم ووالدتهم في الغابة، ما يعرفوش أي حاجة عن العالم الخارجي، وفضلوا عايشين مع بعض كده سنين. وبعد كده بيجي شخص اسمه يفوز وبيقتل والدهم ووالدتهم في يوم من الأيام، فبيضطروا بقى إن هم يجتمعوا وينتقلوا لإسطنبول. وهنا بقى بيبدأوا إن هم يتفاجئوا بالحياة اللي هي العادية وحياة المدينة، ومش بيكونوا قادرين حتى يسمعوا كلاكسات المواصلات ولا الكلام ده. وبالتالي بتقوم اختهم الكبيرة اللي اسمها عزيزة برعايتهم. بعد كده كمان عزيزة دي بتضطر ان هي تتجوز جواز اجباري بشخص اسمه ديفران، وبعد كده الاحداث كلها بتتغير. قصة المسلسل هنا برضو هي داخل فيها جواز اجباري، واللي بيحب القصص بتاعة المسلسلات دي عملت لكم عنها 3 فيديوهات، هحط لكم لينك الفيديوهات هنا، روحوا واتفرجوا عليها. وكمان ما تنسوش ان انا عملت لكم برضو توقعات للمسلسل بتاع المشردين الموسم الثاني، فاللي عايز ان هو برضو يروح يتفرج عليه ويشوف الاحداث اللي انا بقولها واللي بتحصل بالفعل في الموسم الثاني اللي موجود حاليا، برضو يروح يشوف لينك الفيديو هحطه لكم هنا، روحوا واتفرجوا عليه. في المركز التاسع مسلسل الحسد. مسلسل الحسد من افضل المسلسلات اللي موجودة حاليا، لان القصة بتاعتها مختلفة عن اي مسلسل هتشوفوه. قصة المسلسل هنا بتتكلم عن الحسد والغيرة ما بين الاخوات، وان في شخصية اسمها سنيحة بتغير من اخوها اللي اسمه خالد. وده ليه؟ علشان خاطر مامتها اللي هي مديحة كانت بتفضل اخوها ده عليها، وكانت بتضطهدها وبتنتقدها دايما، فده ربى جواها مشاكل نفسية وعقد خلاها لما تكبر ان هي تغير من خالد ده، وهي ليها حق بالفعل في الغيرة دي. وشخصية لما تيجوا تتفرجوا على المسلسل هتصعب عليكم جدا وهتتعاطف معاكم جدا، فبالتالي بدأت ان هي توقع خالد ده في مشاكل علشان خاطر تحاول ان هي تثبت نفسها يعني، او ان هي شخصية تتحب، لان كل اللي حواليها ما كانش بيحبها. وعلى فكرة انا عملت لكم تقييم عن المسلسل ده، هنزل لكم برضو لينك الفيديو هنا، روحوا واتفرجوا عليه، وهستنى انتوا كمان رأيكم عن المسلسل ده. اللي شافه يكتب لي في الكومنتات. في المركز الثامن مسلسل محمد الفاتح. المسلسل ده من اقوى المسلسلات التاريخية اصلا، وقصة المسلسل هنا بتتكلم عن السلطان محمد الفاتح اللي تولى الحكم في سن صغير بعد ما والده السلطان مراد تخلى عن الحكم بعد ما ابنه الكبير علاء الدين اتوفى. وبعد كده لما مسك الحكم بقى كان كل طموحه ان هو يفتح القسطنطينية نسبة لبشارة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصدر الاعظم اللي هو جندرلي مش بيكون موافق على الكلام ده، وبيكون شايف ان محمد هيبدأ ان هو ينهزم. وبالفعل بعد كده الانكشاريين كمان بيقوموا بانقلاب عليه، فبيضطر ان هو يسيب الحكم، ووالده السلطان مراد بيرجع ليه مرة تانية. وبعد كده بعد 5 سنين محمد ده بقى بيكون نضج فكريا وبيكون ذكي جدا وعنده نظرة ثاقبة، فبيبدأ ان هو يتولى الحكم مرة تانية، والمرة دي بيقدر ان هو فعلا يفتح القسطنطينية. وعلشان كده هو اللقب بتاعه اسمه محمد الفاتح نسبة لفتحه للقسطنطينية اللي هي اسطنبول. المسلسل ده زي ما قلت من افضل المسلسلات التاريخية، واللي بيحب النمط بتاعة المسلسلات التاريخية دي برضو كنت عملت لكم عنها 3 فيديوهات، هحط لكم لينك الفيديوهات هنا، روحوا واتفرجوا عليها. في المركز السابع مسلسل أطفال جنة. المسلسل ده قصته حلوة جدا والرسالة اللي بيقدمها جميلة جدا. بيتكلم عن شخص اسمه اسكندر عانى من وهو صغير من طفولته يعني، وكان ليه صديق كده، وفي يوم من الأيام كانوا بيسرقوا صندوق كده تفاح أو حاجة، فالمهم إن اتقبض على اسكندر ده ودخل السجن. وصديقه ده ما كان ورا جدار كده، يعني كانوا بينطوا من على جدار، فصديقه ده فضل ورا الجدار والشرطة ما شافتوش، فاسكندر ده بقى خدوه واتسجن.
فبالتالي اتسجن من وهو صغير، وطبعا ده كله أثر على شخصيته. فلما كبر دخل بقى عالم الجريمة، وبعد فترة بيبدأ ان هو يتقابل بصديقه ده اللي كان ورا الجدار، وبيكتشف ان هو شرطي. فبعد فترة برضو بتبدأ ان هي حياته تتغير، وبيروح لقرية كده، واهل القرية دي بيكونوا بيقولوا له ان هو اسمه كمال، وبيروح لهم بعد ما بيكون عمل حادثة. وبعد كده بقى شخصيته كلها بتبدأ ان هي تتغير، وبيبدأ ان هو يعيش المحبة اللي كان فقدها من وهو صغير. قصة المسلسل حلوة قوي، والسيناريو بتاعه مكتوب بشكل حلو جدا، واللي عايز تقييم للمسلسل ده يكتب لي في الكومنتات. في المركز السادس مسلسل الخفقان. المسلسل ده برضو على فكرة انا كنت عملت لكم عنه تقييم، هنزل لكم لينك التقييم هنا ولينك الفيديو، يعني روحوا واتفرجوا عليه. يعني عامله لكم ترشيحات لافضل المسلسلات في الفئات المختلفة، تقييمات، المواعيد بتاعه المسلسلات، الاخبار كمان اللي بقولها في الفيديو بتاع كل يوم اتنين، كل حاجة عن المسلسلات التركية انا بقولها. انتوا بقى لسه ما عملتوش اشتراك في القناه ليه؟ ولا حتى عملتوا لايك للفيديو ده، ولا دعمتوني بكومنت ليه؟ كل ده ببلاش. اعملوا الكلام ده كله عشان تحمسوني ان انا اعمل لكم فيديوهات اكتر عن الحاجات اللي انتوا حابينها. نرجع بقى لمسلسل الخفقان. الخفقان هنا قصته بيتكلم عن دراما انسانيه حلوه جدا، وهو بيتكلم عن الناس اللي بتعاني من مرض القلب. وفي شخصيه اسمها اصلي عانت من طفولتها من ازمه عندها في القلب، وكانت محتاجه ان هو يتنقل لها قلب. وفي يوم من الايام بقى بيحصل حادثه لواحده، واصلي دي بيكون مغمى عليها، والاتنين بيتقابلوا في المستشفى، ومليكه اللي حصلت لها الحادثه دي بتموت، فبيتنقل لها القلب بقى، يعني بيروح القلب بتاع مليكه ده لاصلي. وبعد بقى ما بيتنقل لها القلب ده بتبدا ان هي تحس بشعور مختلف عن الحاجات اللي كانت بتحسها قبل كده، وبتحب نفس الاشخاص اللي كانت بتحبهم مليكه. حتى الاكل كمان اللي كانت بتحبه مليكه بدات ان هي تحبه اصلي. والشعور ناحيه والده مليكه بتحس بشعور غريب جدا لما تشوفها، بسبب ان هو قلب البنت اللي هي والدتها تعتبر، يعني اللي هي ريحان والدة مليكة. قصة المسلسل والاحداث بتاعته حلوة جدا وسريعة، ومش هتملوا في الحلقات بتاعته لحد دلوقتي، كلها حلوة جدا. في المركز الخامس مسلسل المنظمة. المسلسل ده من أفضل المسلسلات بالنسبة لي، واللي موجود لحد دلوقتي في الموسم السادس بتاعه. وقصة الموسم السادس مختلفة كده وجميلة، ويعني محمسنا بالأجواء بتاعته من أول ما بدأ. وكمان بدأ إن هو يتطرق في القضية بتاعته للقضية الفلسطينية والأطفال في غزة. فيعني بصوا عامل لكم حاجات كتيرة جدا حلوة في الموسم ده. قصة المسلسل هنا دايما بتتكلم عن فرق بتبدأ إن الدولة تجمعها علشان خاطر إن هم يواجهوا الجماعات الإرهابية ويتصدوا ليها. وكل جزء على فكرة بيكون منفصل عن الجزء اللي قبله، علشان لو حد حابب ان هو يبدأ من الجزء السادس عادي خالص ان هو يبدأ بيه. وبنبدأ بقى ان احنا نشوف الفرق والجماعات دي وهي بتتصدى للإرهاب، وان هم قد ايه بيضحوا بكل حاجة في سبيل ان وطنهم ده يكون بخير، يعني والناس اللي هم المدنيين يكونوا بخير. المسلسل ده من افضل المسلسلات كمان بتاعة المخابرات والجاسوسية والاكشن. واللي بيحبوا برضو النمط بتاعة مسلسلات الاكشن، والله عملت لكم منشن لحاجات كتير فمش هعرف احط لينك للفيديو هنا، فروحوا بقى وقلبوا في القناة هتلاقوا 3 فيديوهات عن الاكشن اتفرجوا عليهم. في المركز الرابع مسلسل الخليفة. والمسلسل ده برضو انا كنت عملت لكم تقييم عليه، قلبوا في القناة هتلاقوا الفيديو. قصة المسلسل هنا هي داخل فيها جواز اجباري وحرب بين العشائر وكده، فمن الحاجات اللي بتشدني جدا في المسلسلات. وبتتكلم هنا عن شخصية اسمها صراحات، وصراحات ده من وهو صغير ربطوه ببنت اسمها يلدز، علشان في طار ما بينه وما بين عشيرة تانية، فعشان ينهوا الطار بتاع الدم ده لازم العيلتين يعني يتجوزوا من بعض. لكن صراحات بعد كده لما بيكبر بيروح بقى بيتعلم بره وبيدرس في اسطنبول، وبعد كده بيكون طبيب ودكتور ناجح جدا. وفي يوم من الايام بيتقابل بشخصية اسمها ملك، وبعد كده بيحبها وبيتجوزها بسرعة الضوء. وبعد كده ابوه بيتعب فبيضطر ان هو يرجع على أورفا مرة تانية علشان خاطر يشوف والده. هنا بقى بيبدأوا ان هم يضغطوا عليه، وبيضطر ان هو يتجوز بيلدز. وبعد كده بتيجي ملك اللي هو كان اتعرف عليها وبقت مراته، وبتشوفهم يوم الفرح، وبيحصل بقى مشاكل كتير جدا ما بين يلدز وما بين ملك، ومش عارفين يا ترى صراحات هيحب مين. انا عايزه اعرف بقى منكم في الكومنتات يا ترى انتوا تيم يلدز ولا تيم ملك، اكتبولي في الكومنتات. في المركز الثالث مسلسل ولي العهد. وقصة المسلسل هنا بتتكلم عن شخص اسمه ذوالفقار، وذوالفقار ده بيكون بيدور على شخص يكون ولي العهد ليه، لان عنده ابنه اللي اسمه ظفر مر بحاجة مأساوية وهو صغير، ان مامته ماتت قدام عينيه، فبالتالي حصل له مشاكل ومش هيقدر ان هو
يمسك الشغل بتاعه. وبعد كده بيتقابل بشخص اسمه تيمور وبيقرر انه ده يكون ولي العهد بتاعه، وبالفعل بياخده على البيت، وتيمور ده بيبدأ ان هو يحل محل ظفر وبيبدأ ان هو يمسك زمام الشغل بتاع ذو الفقار ده. المسلسل ده انا برضو كنت عملت لكم عنه تقييم، قلبوا في القناة هتشوفوا برضو التقييم بتاعه وهتشوفوا رأيي عن المسلسل ده. وانتوا كمان عايز اعرف رأيكم في المسلسل ده وتدوله كام من 10، اكتبوا لي في الكومنتات. في المركز الثاني مسلسل المدينة البعيدة. ومسلسل المدينة البعيدة مش محتاج اصلا ان احنا نتكلم عليه، وبرغم من كده عملت لكم توقعات لاحداث الموسم الثاني، برضو روحوا واتفرجوا عليها واتفرجوا على قارنوا يعني ما بين الاحداث اللي انا قلتها في التوقعات والاحداث اللي بتحصل في المسلسل حاليا. هتلاقوا اكتر من 80% من اللي انا قلته بيحصل بصرف النظر عن موضوع بوران. قصة المسلسل هنا بقى كانت بتتكلم عن الطبيبة عليا البورا اللي بتبقى راجعة من كندا ومعاها ابنها جيهان دينيز وكمان جثة زوجها بوران، وبعد كده بترجع لأرض ماردين علشان تدفنوا فيها. وبتتفاجئ بقى ان عيلة جوزها دي فيها مافيا وعشائر وجو كده ما كانتش تعرفه يعني، فبتقرر ان هي تهرب مع ابنها، لكن ما بتعرفش علشان صداقة والدة جوزها وكمان اخو جوزها اللي هو جيهان وزعيم العشيرة مش بيرضوا، وكمان بتضطر ان هي تتجوز جواز اجباري من جيهان ده اللي هو اخو جوزها. بعد كده الجواز ده بيبدأ ان هو يتحول لحب، ولحد دلوقتي انا مش عارفة هيعملوا ايه في حوار بوران، منرفزني جدا. اكتبوا لي رأيكم في الكومنتات وما تنسوش تشوفوا الفيديو بتاع التوقعات. اما بقى بخصوص المركز الاول فاعتقد ان انتوا توقعتوا انا هقول مسلسل ايه في المركز الاول. ما هو ما ينفعش ان انا اقول افضل مسلسلات موجودة في الموسم وما اذكرش مسلسل حلم اشرف. حلم اشرف بادئ بداية حلوة جدا في الموسم الثاني بتاعه، والاحداث بتاعته حسيتها اقوى كمان من مسلسل المدينة البعيدة، علشان كده حطيته في المركز الاول. قصة المسلسل هنا بتتكلم عن شخص اسمه اشرف، واشرف ده هو يتيم من صغره وبيعتبر الايتام دول اخواته. وفي مرة وهو صغير بيشوف بنت وبيسميها رويا وبيحبها جدا، وبعد كده بيدخل السجن بسببها، ولما بيكبر بيبدأ ان هو يدور عليها في كل الناس حواليه. لكن بعد كده بيتقابل بشخصية تانية اسمها نيسان وبيبدأ ان هو يعجب بيها، لكن نيسان دي بتكون داخلة اصلا وسطه بسبب شرطية اسمها شدم، وهي اللي زقاها عليه عشان تنقل لها اخباره وتبدأ ان هي تقبض على اشرف ده. لكن المفاجأة الكبيرة ان نيسان دي بتكون هي نفسها رويا اللي هو اصلا بيدور عليها. قصة المسلسل هنا فيها رومانسية وفيها اكشن وفيها صراعات كتير جدا، من افضل المسلسلات بصراحة في رأيي لحد الان اللي اصلا عملها شطاي ألسوي هو مسلسل حلم اشرف. يا ترى انتوا كمان ايه رأيكم وايه هو ترتيب المسلسلات بالنسبة لكم؟ اكتبوا لي الترتيب اللي انتوا حابينه في الكومنتات، ايه هو افضل مسلسل ليكم من 1 لحد 10. ولو عايزين بقى تعرفوا ايه هي المسلسلات المفضلة بالنسبة لي في العموم روحوا وشوفوا الفيديو ده، ولو عايزين تعرفوا ايه هي المسلسلات اللي حققت نسبة مشاهدة عالية روحوا للفيديو ده. ولو وصلتوا لحد هنا في الفيديو فشكرا جدا ليكم، سلام.